اليوم غادي نهضروا على موضوع تهم الصحه ديالنا كاملين، واللي هو مقاومه الانسولين. هذا المشكل تيبدا مع السمنه والالتهابات المزمنه، ومع الوقت تولي ياثر على الصحه ديالنا ويقدر يسبب امراض خطيره بحال داء السكري من نوع 2، سرطانات وامراض التهابيه مزمنه اخرى. شنو العلاقه ديال السمنه مع الالتهاب؟ السمنه وخصوصا التراكم ديال الدهون في المحيط ديال البطن تيعطل الوظيفه ديال الانسولين، واللي هي الادخال ديال السكر لقلب الخلايا. النسبه ديال السكر تبقى مرتفعه في الدم، وهنا تيبدا مشكل ديال مقاومه الانسولين. دابا غادي نفهموا شنو هي الاليه ديال مقاومه الانسولين. هذيك الدهون اللي تتكون مجموعه في المحيط ديال البطن تتفرز واحد المواد تتسمى مواد التهابيه واللي سميتها السيتوكينات. دابا غادي نشوفوا الاليه ديال مقاومه الانسولين. هذيك الدهون اللي كتكون مخزنه في المحيط ديال البطن تتفرز واحد المواد الالتهابيه سميتها لي سيتوكين. هذوك السيتوكينات تيسدوا المستقبلات ديال الانسولين فوق السطح ديال الخلايا ديال الكبد وديال العضلات، وما تيخليوش السكر يدخل لهم. داكشي علاش تيطلع لنا السكر وترتفع الالتهاب. دابا غادي نشوفوا شنو هي العلاقه ما بين مقاومه الانسولين وداء السكري. مقاومه الانسولين كتدفع البنكرياس باش انه يفرز الانسولين اكثر فاكثر، ومع مرور الوقت هذا المجهود كيضاعف الخلايا ديال البنكرياس وكيخليها تعيا، وهذا الشيء اللي تساهم في ظهور مرض السكري من نوع 2. مقاومه الانسولين تزيد تعقد امراض التهابيه اخرى بحال الروماتيزم اللي تتسبب في التهاب والم في المفاصل، بحال مالادي دو كرون ولا مرض الامعاء الالتهابي، ولا الصدفيه اللي تتاثر على الجلد. وما نساوش علاقه مقاومه الانسولين بالسرطانات. الالتهاب المزمن والسمنه كيزيدوا من خطر الاصابه بسرطان الثدي، سرطان القولون، الكبد والبنكرياس. هاد السكر اللي تيبقى مرتفع في الدم والمواد الالتهابيه تيشجعوا النمو ديال الخلايا السرطانيه. وكذلك مقاومه الانسولين كترفع من خطر الاصابه بامراض القلب، الشرايين، الفشل الكلوي، وحتى امراض الدماغ بحال الزهايمر اللي دابا ولينا تنسميو ان الزهايمر هو سكري الدماغ. دابا غادي نشوفوا شنو هما الاسباب ديال هذا الالتهاب. الاسباب ديال الالتهابات متعدده وكثيره، منها السمنه وتراكم ديال الدهون في المحيط ديال البطن، عندنا التغذيه الغير متوازنه الغنيه بالسكريات وبالدهون الغير مشبعه، عندنا التوتر المستمر، عندنا قله النوم، قله النشاط البدني، وحتى تلوث البيئي. السمنه، الالتهاب ومقاومه الانسولين تيدوروا في واحد الحلقه مغلقه، كل واحد فيهم تيزيد يقوي الثاني. هاد الدوره خاصها توقف باش الجسم ديالنا يستعد التوازن ديالو ويدير الوقايه من الاصابه بالامراض المزمنه. الحل موجود وبين يدينا، بتغيرات بسيطه في النمط ديال الحياه ديالنا غادي نساعدوا الجسم ديالنا باش انه يسترجع الصحه ديالو، يقلل الالتهاب ويعكس مقاومه الانسولين. تابعني للمزيد مع دكمونه.